عندك رطوبة في الجدران أو الأسقف مع ستيكر فوم بانل ووتر بروف، هنقول طبعا وداعا للرطوبة دي. هنعمل تغيير لديكور البيت، لو كان عندنا شاليه أو كافيه أو مطعم أو عيادة أو حتى حضانة، لو عايزين حتى نعمل جزء خاص بالأطفال، ركن آمن كده من الصدمات بتصاميم مختلفة. هنستخدم البلاط الفوم الستيكر، وهقولك مميزاته وازاي قد ايه هو اختراع. لو عايزين او مهتمين بالموضوع اسمعوا الفيديو للآخر، واتمنى تقولولي رأيكم تحت، وان شاء الله هيعجبكم كتير. السلام عليكم. النهاردة جايبه لكم حاجة كده اختراع ان شاء الله تعجبكم جدا. كلنا بيبقى عندنا مشاكل في البيت، مثلا بسبب الاطفال او حتى مشاكل خارج عن ارادتنا، بسبب مثلا الرطوبة اللي موجودة في الجدران او الاسقف. النهاردة عندنا الحل بطريقة بسيطة جدا، هنقدر نعمل تصميم للجدران والاسقف والبلاطات بنفسنا، بتصاميم مذهلة، وهتوفر كتير علينا من اللافتات والديكورات الداخلية أو غيرها. وهتوفر علينا نفقات عالية جدا بنستهلكها علشان نحل المشاكل الخاصة بالرطوبة. عندنا النقطة دي أو الفوم ده سهل الاستخدام، ومظهره بيبقى ثلاثي الأبعاد وقابل للغسل، مقاوم للمية، ومتوفر كمان بتصاميم كتير وبلاطات كتير. ومن أهم المميزات الخاصة بيه إنه عازل للرطوبة، ودي أكتر حاجة إحنا محتاجينها. بلاطات الفوم ثلاثية الأبعاد دي مكوناتها بتبقى بلاطة 8 ملي، الطبقة الخارجية من البي في سي، والطبقة الداخلية ستور باور. الطبقة الخلفية بتبقى دوبل فيس أو دبل فيس، اللي هي بتبقى بتلزق علشان تسهل الاستخدام بتاعه. متوفرة طبعا بأشكال كتير وألوان كتير، وطبعا قابلة للدهان بأي لون. يعني احنا ممكن نستخدم أي لوحة من اللوحات اللي موجودة دي واحنا نعملها باللون المناسب لينا. وكمان سهلة التركيب، يعني مش هنحتاج صنايعي او نحتاج حد يعمل بقى تكسير وبهدلة. هنعمل لوحات فنية من اروع اللوحات زي ما انتوا شايفين كده، وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. ومن اهم الحاجات الخاصة بيه ان هي عزل للرطوبة، وكمان قابلة للغسل بسهولة، وكمان غير قابلة للخدش او الصدمات نهائيا. ومن اهم المميزات كمان ان هي آمنة على الاطفال، يعني احنا ممكن نعمل ركن في البيت كده للاطفال مخصوص، وهنبقى مطمنين جدا ان هما مثلا مش هيحصل اي اصابة او اي مشكلة ليهم. وكمان ممكن تخفي عيوب التشققات اللي موجودة في الجدران اللي بتبقى ناتجة عن الرطوبة. هي بصراحة الحل الأمثل لحاجة زي كده. وكمان بتركب على جميع الأسطح، يعني مثلا لو عندنا أسطح محارة أو حتى أسطح خشب، أو حتى أسطح زجاج أو سيراميك، يعني بكل الأنواع هي بتتركب. وزي ما انتوا شايفين في منها أشكال وألوان كتير، وبصراحة عبارة عن لوحات فنية. وكمان ان هي فيها نقطة مهمة جدا، ان هي بتصلح للحوائط والاسقف. طبعا الارضيات ما اعتقدش انها بتصلح ليها. مقاس البلاطة بيبقى 70 في 77 ماكسيموم يعني. واعتقد ان سعر البلاطة 40 جنيه في بعض الشركات، وانا اعرف شركات يعني خاصة بحاجات زي كده. لو انتوا عايزين اي معلومات عنها اكتبولي تحت في الكومنتات. واعتقد ان تكون سعر البلاطة 40 جنيه، فدي حاجة مش يعني مش غالية قوي ومش مكلفة بالنسبة لمواد تانية ممكن تخلينا نحتاج تكلفة عالية، وكمان هيبقى فيه تكسير وحاجات تانية كده احنا مش بنحبها. من اهم المميزات بتاعته ان هو بيخفي عيوب الجدران، عازل للحرارة ومقاوم للرطوبة وضد الخدش زي ما قلت قبل كده. يعني لو اطفالنا بيلعبوا او اي حاجة مش هنقلق ابدا على الحيطة، لان ممكن نقدر نغسلها بكل بساطة. هي قابلة للغسيل وقابلة للدهان، وطبعا قابلة للزق، يعني نقدر نلزقها بنفسنا لانها دبل فيس. بيركب في المطبخ والحمام وحجرة النوم والأطفال والريسبشن، يعني أي مكان سهلة التركيب. وممكن كمان
نركبها بنفسنا، لا محتاجة مجهود ولا تكسير. وطبعا متاح منها في الشركات اللي انا بقولكوا عليها اكتر من 300 ديزاين باشكال مختلفة. زي ما انتوا شايفين الاشكال بجد لوحات فنية، حاجة كده وهم اختراع بجد. مختلفة يعني، متاحة كده باشكال كتير مختلفة، طوب واحجار. وهنا بقى هنقول وداعا لورق الحائط. ورق الحائط طبعا برغم ان هو له اشكال كتير حلوة الا انه له عيوب كتير. لكن الفوم ده احجار كتير واشكال كتير، وفي نفس الوقت مميزاته كتير جدا بالنسبة لعيوبه. اعتقد ان عيوبه تكاد تكون يعني مش حاجة بالنسبة لمميزاته. وطبعا متوفر اشكال كتير في الشركات اللي انا بقولكوا عليها. لو انتم محتاجين تعرفوا عن الشركات دي فين او التفاصيل عنها، اكتبولي تحت في الكومنتات. وكمان اسعارهم هايلة جدا، وبتكون يعني ليهم فنيين للتركيب ومعاينة كمان لرفع المقاسات. الفني بيكون معاه كتالوجات وعينات علشان تتأكدي من الماتيريال والألوان بنفسك قبل الاتفاق أثناء المعاينة. يعني انت بتتفقي وبتشوفي من الكتالوجات اللي موجودة مع الفنيين الاشكال والمقاسات وكل حاجة، وبيعمل معاينة للمكان بتاعك، وبيوريكي التكلفة وبيوريكي الاشكال قبلها. ولو تمام ووافقتي بيتم التنفيذ. وان شاء الله بيكون التنفيذ يعني بصورة جيدة. زي ما انتوا شايفين الفوم سهل جدا. ولو انت حتى مش محتاجة صنايعي يركبهولك، انت بنفسك او زوجك ممكن تستعينوا ببعض يعني وتركبوه. بيكون سهل جدا في التركيب وعملي جدا. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، واتمنى كمان تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو انتوا جداد في القناة. واستنوا معايا سلسلة كبيرة جدا من الاختراعات والحاجات المهمة اللي هتوفر علينا مجهود وهتوفر كمان تكلفة عالية. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك كتير على الفيديو علشان يعني اشوف تشجيع منكم. وشوفوا بقى باقي الفيديو للآخر، فيه مقترحات كتير للفوم واشكال كتير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. باي باي.